السلام عليكم. أسهل طريقة لاستقبال قمر اليحصات 52 درجة شرق هو هنا في هذا الحامل، حامل الصحن، وهذا نفترض أنه هو العمود الذي يحمل الصحن. أنا عندي هذا بالتجريب فقط، مؤقتا سوف أنزعه للشرح فقط. مثل هذا الحديد، هذا هو الذي يمسك الصحن، يكون متوازي. شوف هنا مع هنا، شوف المسافة، يكون متوازي. هنا السر في التقاط قمر اليحصات بكل سهولة. يجب أن يكون هذا الخط مع هذا القضيب الحديدي هنا يكون متوازيان. إدارة اللاقط هكذا، وهنا تبدأ بالدوران، يمين يسار شمال. المهم هو أن يكون حامل الصحن وحامل الصحن الثاني هنا يكون مثبت عليه. أنا لست مثبت عليه، هذا للشرح فقط. هنا يجب أن يكون متوازيان، وأنت هنا تضع تردد 11977 أو 12475 لقناة فارزيتش والقوي. لما تفعل هذه الوضعية المتوازية هنا، أدر اتجاه القبلة مباشرة. هنا النيسات، هكذا النيسات، وهكذا اليحصات تشكل زاوية قائمة. هكذا النيسات، اليحصات نشكل زاوية قائمة. اتجاه النيسات من هنا، واتجاه الياسات من هنا، نشكل زاوية قائمة. اللقط كما في الصورة نقلبه إلى جهة الغرب، هنا متوازي. ونبدأ نحرك الصحن يمين يسار في اتجاه القبلة حتى نحصل، ونبدأ في الصعود والهبوط قليلا حتى نحصل على الإشارة. نيسات يحصات، هنا الزاوية قائمة. اتجاه النيسات هنا، اتجاه الياسات من هنا، هذه الزاوية قائمة. يكون هنا متوازي، هذا شرط أساسي بالتقريب يكون متوازي. نبدأ بالتدوير حتى نلتقط قمر اليحصات. والسلام عليكم. وهذه هي قنوات القمر فارزيتش تردد، وفارزيتش الثانية تلقونها ببيرسيان ميوزيك. أنا غيرت اسمها إلى فارزيتش 2. هنا إكس أو تي في. هنا الباقة الإماراتية تردد 12050، والتردد هذا أيضا قوي أيضا. السلام عليكم.